في الفيديو اجرب معاكم تجربة لما نلزق ورق الديكال على مج لونه لبني. هنعمل تجربة كده، مش عارفة تنجح ولا لأ. عايزة احط على المج ده حاجة. كانت عندي دي على ورق الديكال، والله حاساها ظريفة يعني. وطبعا ديكال ابيض هيبقى اوضح. اعتقد مش وحشة يعني، ولا ايه رأيكم؟ بصوا كده، ده عشان في المج نفسه كيرفات. ساعتها بعمل ايه؟ وكمان من هنا برضو طالع لفوق شوية، فبريح المج، بريح الورقة ولا ايه، بقص بالمقص كده حتة تكون لايقة مع الرسمة على قد ما نقدر، عشان نعرف نخرج الهوا، ما يبقاش فيه كرمشة. من الناحية التانية نفس الكلام. مثلا في هنا زي حاجة للخشب كده، فبرضه هروح قصة منها، مش قصة منها، قصاها يعني. واحاول ان انا افرد الورق على قد ما اقدر، بحيث ان ال الورق الديكال معايا يريح، ما يبقاش مكرمش. واي وقت حسيت ان انا لا مش عارفه اتحكم فيه وهيتقطع مني، يبقى بله على طول. هي دي ميزته بصراحه، هو يعني مش بيتقطع بسهوله، وبيتحرك بسهوله مع الميه. هريح برضو دول كده، وبالمقص بقى اقص الزياده دي. ممكن بعد كده لما ينشف بقى ابقى اعمله بالصنفره. وهيكرمش لانه يعني السطح مش مستوي، بس احنا بنحاول نقلل الكرمشه على قد ما نقدر طبعا. بحاول اقرب بس الاتنين دول من بعض شويه عشان ما تبانش انها بعيد كده. ايوه، بس وبالمقص بقى هروح اقص الزياده دي. انا رايي بصراحه ان احنا نسيبها، مش هنعرف نظبطها بالمقص من دلوقتي، فخلاص خليها، شكلها مش وحش. بس كده.